ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والله حصل معايا موقف الصبحيه، هو بيحصل قدامي على طول بس المره دي يعني استوقفني شويه. انا ركبت عادي العربيه الصبحيه زي كل يوم، الاجره كانت باربعة ونص، وبعد كده يعني خلوها 5 جنيه. المهم كل فتره تلاقي واحد يركب كده يقول لك والله لسه راكبها باربعة ونص، والله يا جدعان لسه راكبها باربعة ونص، انت ايه يا جدع؟ انت ايه الجشع اللي انت فيك ده؟ ويقعد يعمل يعني الشويه دول. المهم الصبحيه كذلك ركبت العربيه، لمينا الاجره دفعنا. المهم في واحد راح قال لك ايه كل شويه اللي هي نص جنيه يا اسطى، اللي هي نص جنيه يا اسطى، راجل كبير. فراح الراجل قال له يا حاج الاجره ب 5 جنيه. ازاي ب5 جنيه؟ ده انا لسه راكبها ب4 جنيه ونص، ابعت يا عم النص جنيه، ابعت يا عم النص جنيه كل شويه. المهم راح الراجل السواق قال له يا حاج بقول لك الاجره ب5 جنيه، ده احنا بقى لها شهر على الحال ده، يعني من ساعه اخر مره البنزين غلي فيها، وقال لك الاجره خليناها نص جنيه، كانت باربعه ونص وبقت ب5، مش موضوع يعني يا عم الحاج. قعد يقول لك لا ده انتوا جشعين، ده انتوا مش عارف ايه، انتوا امثال كل مبوظين البلد. والراجل الحاج الكبير قعد يتكلم فتح في الكلام، مش عايز يبطل كلام. وايه بقى ده؟ تصرف الفلوس ديت في مش عارف في المرض، تصرف الفلوس ديت مش عارف في العلاج، انت واهل بيتك انت ومش... المهم الراجل فعلا مش عايز يبطل. فالراجل يعني قال له يا حاج انت رايح مترو، انت رايح المترو، ولو رحت لقيت التذكره بتاعت المترو ب 20 جنيه هتدفعها ومش هتتكلم، فانت جاي عليا انا كأن انا اللي مغلي الدنيا، وانا مش في ايدي حاجه، الدنيا غليت فانا بغلي يا حاج. ده انا كنت شغال في مصنع بقبض 4000 جنيه، ويا دوبك لسه سايب المصنع بسبب ان ال 4000 جنيه ما بيبقوش مكفيني، ولسه شغال على العربيه ما كملتش اسبوعين، يا دوبك بجيب لي 200 جنيه اخر النهار بعد ما بدفع البنزين والزيت والايجار بتاع العربيه والكلام ده كله. فانت عمال تهدي عليا عشان 200 جنيه في الاخر بوفرهم. والله الواد صعب عليا، يعني صعب عليا جدا. بس استوقفني بقى حاجه كده بسيطه، ان الواد كان شغال في مصنع ب 4000 جنيه، فمش قادر يعيش من ال 4000 جنيه، فراح ساب الشغل. بس ده اللي انا عايز اتكلم عليه. انت دلوقتي جاي تقول لي سيب الشغل، لا اكيد مش هقول لك سيب الشغل، بس بقى ايه، ما ترخصش نفسك. انت دلوقتي شغال في مصنع بتقبض 5000 جنيه، ال 5000 جنيه مش مكفينك، 5000 بعد اكلك وشربك ومواصلاتك، طبعا عمرهم ما يكفوك في، يعني لو انت راجل متجوز ومعاك اسره عمرهم ما يكفوك. طب اعمل ايه؟ مثلا بحسبه تقريبيا ان يعني هيكفيك لو انت واحد على قدك، يكفيك 7000 جنيه في الشهر، خلاص يبقى انا محتاج 7000 جنيه عشان اعيش عيشه عاديه خالص، مش هوفر منهم حاجه، بس على الاقل اعرف اعيش الشهر، يعني مش اللي هو ابقى شغال ومش عارف اعيش، ابقى شغال وشعري بيطقطق من كتر التفكير وهعمل ايه وهجيب منين والكلام ده. فخلاص اروح لصاحب المصنع اقول له ان انا عايز الشهر بتاعي بدل ما ب 5000 جنيه يبقى ب 7000 جنيه. هيقول لك ايه؟ اطلع بره يا كلب، اطلع بره، في بدل منك في 100 واحد. حلو، في 100 واحد غيرك شغالين في المصنع، فانت لو مشيت مش هتأثر. انما لو انت رحت قلت له انا بالنيابه عن ال 100 واحد اللي موجودين في المصنع بقول لك ان انا عايز اجرتي بدل 5000 في الشهر تبقى 7000 جنيه، ولو انت مش موافق انا وال100 هنمشي. فايه بقى كلامك؟ طبعا هيوافق، ما هو ما يبقاش بيكسب من وراك ملايين وفي الاخر مش عايز يزود لك المرتب بتاعك اللي هو يا دوبك يكفيك. يعني انت مش طالب المستحيل، لا انت طالب مرتب يا دوبك يكفيك. فالفكره هنا ان انت لو رحت له لوحدك قلت له انا عايز اغلي، هيقول لك لا طبعا امشي يا باشا، عايز تمشي امشي. انما لو رحتوا انت وزمايلك كلهم خلاص احنا يعني كلنا كده مش عارفين نعيش فعلا بالمرتب اللي احنا بناخده منك، فلو سمحت غلينا المرتب بتاعك. اكيد لو يعني انت متخيل مثلا لو ال100 راحوا له اللي شغالين في المصنع وقالوا له احنا خلاص هنمشي الصبحيه، هل هو هيوقف المصنع بتاعه عشان 2000 جنيه زياده في المرتب؟ ده بيكسب من وراك ملايين. ده اساسا صحابات المصانع، وده كلام عن ثقه. يعني مثلا لو هو بيصنع منتج هتلاقيه بيغلي المنتج كل فتره على حس الغلو اللي بيحصل، بس مش عايز يغليك انت، يعني مش عايز يغلي في مرتبك انت عشان يفضل يكسب اكتر، انت فاهم؟ فانت تاخد حقك وده الطبيعي، ده الحكومه نفسها علت المرتبات. وبعدين انت مش بتطلب المستحيل، انت بتطلب تعرف تعيش يعني انا راجل سالب حياتي كلها في مصنعك وبكسبك، واليوم كله من الصبحيه لاخر النهار اذا كان في مصنعك في شركتك في اي حاجه، فانت مستخسر فيا تديني مرتب يكفيني اخر الشهر بدل ما تلاقيني بكلم نفسي وعمال اهرب يعني بكلم الحيطان من كتر قله الفلوس. عادي اديني اعرف اعيش بس، انا ولا عايز احوش ولا ادخر ولا ابقى من الاغنياء والاثرياء، انا عايز اعرف اعيش. فعادي انت تاخد اللي يكفيك وما فيهاش اي مشاكل. بس مشكله المصريين ان هم واحد يتكلم في الحق تلاقي التاني عادي يقعد يقول لك قول يا عم الحمد لله يا عم ماشي، بس انت بسبب كلامك ما بتخلينيش اعرف اخد حقي، انت فاهم؟ يعني انا مثلا في ناس شغاله معايا بتاخد من 100 لحد 600 جنيه، لما بيبقى واحد لسه صغير وشغال معايا بياخد 100 جنيه وبعدها بفتره بياخد 150 ماشي، والمساعد الكويس بياخد من 200 ل 300 اللي هو الايه الكويس، والصناعيه بقى بتاخد من 350 400 500 600 جنيه. العامل العادي بقى اللي بحكيك عليه اللي هو من 200 لحد 300 ده من فتره بسيطه كان بيقبض 120 جنيه، وبعد كده رحت انا زودتها لحد 150 من غير ما هو يقول لي انا عايز زياده. فانا زودتها له ليه؟ هل انا مثلا باخد فلوس كتير فبوزعها على الناس؟ لا، انا زودت على العميل لاني شايف ان انا الفلوس اللي انا باخدها منك قصاد الخدمه اللي انا بديها لك بقت قليله، وبشكل تلقائي زودت العمال والصناعيه اللي شغالين معانا. ليه بقى؟ لان هم يستحقوا كده، الدنيا غليت عليا وعليه وانا غليت، فخلاص هو التاني لازم ياخد حقه. اللي بيحصل
بقى ان انت ممكن تبقى شغال في مصنع، هو صاحب المصنع عمال يزود فلوس يعني للناس المستهلكه والتجار اللي بيشتروا منه، وعمال يزود على حس الغلو، بس مش عايز يزود يوميتك انت كغلبان شغال معاه، وسايبك تكلم نفسك من اول 5 ايام في الشهر بعد ما بتستلم المرتب، اول 5 6 ايام من بعدها عمال تكلم نفسك الشهر كله على الفلوس وقله الفلوس. لا يا باشا، روح طالبه بحقك، ما فيهاش اي مشاكل. طب هو مش عايز يديك، خلاص امشي وشوف لك اي شغلانه يا باشا. انت لو رحت اشتريت لك شويه ب 10000 جنيه وجبت لك توك توك اجرته، ورحت اشتريت لك من العتبه او من الوراق شويه مناطيل اللي بتتنط دي، اللي هي اسمها الكارينا بتاعت البنات، بتبقى كلها مقاس واحد، شويه مناطيل على شويه باديهات، وانزل مثلا المنوفيه او الفيوم او اي حته بعيد عننا، محافظه من اللي بيجوا بيشتروا من الوراق او من العتبه عندنا الهدوم، وروح بيعها لهم. يعني انت تروح تشتري بال 10000 وروح بيعها عندهم، صدقني هتبيعهم في اقل من ساعتين للمحلات، وهتكسب لك يمكن 1000 جنيه في اليوم. فانت شغلك مش مكفيك في الوظيفه، مش مكفياك، لا ده في 1000 حاجه تتعمل، بس انت ممكن تبقى خايف تجرب. لا جرب يا باشا، وفي حاجات كتير قوي بتكسب ولا يهمك. يعني انت ما تزنقش نفسك وتلاقي نفسك بتكلم نفسك الشهر كله عشان قله الفلوس، لا في طرق كتير قوي تجيب بيها فلوس. فانت عادي ما ترخصش نفسك. يعني الراجل اللي انا بحكيك عليه الصبح ده كان شغال بيقول لك في المصنع بيقبض 4000 جنيه عادي، الدنيا لقى نفسه مش عارف يعيش، خلاص هيموت نفسه. طب الراجل مش معاه فلوس يسافر ولا معاه، عايز يقعد في البلد، خلاص ساب الشغلانه واشتغل على عربيه سوزوكي. هو اي نعم الناس عماله تدعي عليه، بس يعني اتخذ خطوه جديده وربنا ييسر له الحال. فهي بص، اصل هي كده كده ازمه، وانت هي مش هتخلص النهارده ولا تخلص بكره، فهي هتاخد وقت ماشي عقبال لما تتحل والدنيا ترجع رخيصه والدنيا ترجع يعني الميه ترجع لمجاريها زي ما بيقولوا. فانت عشان يعني نتعايش مع الازمه دي، لا شوف ايه الحل اللي يعني هيتعايش، يعني اللي هيعرف يخليك تتعايش، وحاول تعمله. بس خليك ناصح، اوعى تغلي في السكر والزيت والحاجات دي بدل ما تتحبس يعني. انت تغلي، انا بكلمك لو انت راجل صنايعي او راجل يعني مثلا ما معكش اي شغلانه غير الصنعه اللي انت بتعملها، او مثلا وظيفه او شغال في مصنع، فانا بقول لك يعني ايه اللي انت بتطلب حقك في شغلك. انما انت لو انت شغال طبعا فاتح سوبر ماركت او حاجه بتدخل بيها دخل زياده اضافي، فاكيد مش هينفع تغلي في السكر والزيت وازازه الحاجه ساعه والكلام ده، هتتحبس او الناس مش هتجيلك يعني، ما تشغلش دماغك يعني. بس وربنا يسترها والدنيا ترجع لطبيعتها ان شاء الله.